آخر ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام لجلب الرزق إليه بإذن الله هذه السورة الكريمة تقرأها 3 مرات جلسة واحدة، تقرؤونه بإذن الله ترزقون حتما. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم عالم المساء، هذه القناة التي سأشارككم من خلالها مجموعة من النصائح والوصفات. لا تنسوا دعمي عبر نشر الفيديو مع أصدقائكم كي تعم الفائدة بإذن الله تعالى. فضلا وليس أمرا اكتبوا في تعليق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اكتبوها في تعليق واضغطوا على زر أعجبني كي أعرف كم من واحد صلى معنا على النبي عليه الصلاة والسلام. كما ترون في العنوان بإذن الله تعالى اليوم أعطيكم أسرار هذه الصورة المعروفة والغنية عن التعريف التي آخر ما فعله الرسول لجلب الرزق ورزقه الله من حيث لا يحتسب ولا يدري. هذه الصورة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام هي سورة الواقعة التي نصح بها كل من ضاق رزقه وكل فقير يريد الغنى، يسأل الله بهذه السورة بقراءتها في قبل أن ينام 3 مرات أو أي وقت يشاء، يقرأها جلسة واحدة متتالية، يقرأها 3 مرات وبإذن الله سيرى العجب ويرى ما يسره ويسر قلبه من رزق ومال يأتيه من حيث لا يحتسب ولا يدري. كل من قرأها بنية جلب أي رزق كان، سواء مال سواء زواج سواء حمل مبارك، فليقرأها بتلك النية وبإذن الله تعالى سوف يرزق حتما ذلك الرزق الذي كان يريده. هذه الصورة كما ترون لن تأخذ منك إلا بضع دقائق، لكنها كما هو معروف مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام ونصح بها كل من ضاق رزقه وكل من يبحث عن الرزق ويسأل الله الرزق، فيقرأ سورة الواقعة. وكما ترون الكثير في هذه الأيام المشايخ كلهم ينصحون بها الناس، سورة لجلب الرزق، يقولون يجب افتتاح كل يوم بقراءة سورة الواقعة. وفعلا جربتها وما خاب من جرب، جربتها يوميا، ومن زمان أنا أقرأ سورة الواقعة والحمد لله هي سورة مباركة لجلب الرزق بإذن الله. أفتتح بها يومي والحمد لله، وأتوكل دائما على الله وأصلي على النبي وأحمده دائما وكثيرا. إلى اللقاء.